السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انسي بقى شوي البطاطا بالطريقة العادية في فرن البوتاجاز وتنشف وتاخد وقت طويل جدا على ما تستوي. جربيها بطريقتي هتعجبك جدا. مش هتبطلي تعمليها، ولادك كمان كل يوم هيطلبوها منك من حلاوتها. هنعملها في الصينية على البوتاجاز وهنعمل لها صوص كده مكرمل تحفة جدا. هيديها طعم وريحة قوية جدا. جربوها بإذن الله هتعجبكم. تابعوا معايا الفيديو لحد الآخر، ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم عشان يوصل لأكبر عدد، واشتركوا وفعلوا زر الجرس لو لسه مش مشتركين، ويلا بينا نبتدي. أول حاجة طبعا في وصفتنا النهاردة إن احنا نجيب البطاطا، طبعا بتبقى مليانة طينة. بننقعها في المية ساعة أو ساعة ونص كده لحد ما تنضف خالص من الطينة اللي فيها. وبالفرشة كده اللي بتغسلي بيها الخضار نضفيها كويس جدا زي ما انتم شايفين مغسولة وزي الفل. هنجيب بقى صينية تكون على قد البطاطا، يعني تبقى كلها مرصوصة جنب بعض، بلاش تبقى مرصوصة فوق بعض عشان تستوي كويس من غير ما تفضلي تقلبي فيها وتهري فيها وهي بتستوي. لازم تبقى مرصوصة بالشكل ده كده جنب بعض، مفيش واحدة فوق التانية. بعد كده هنجيب معلقتين سكر كبار وحوالي معلقة قرفة نرشهم كده فوق البطاطا. هم دول بقى اللي هيسيحوا مع بعض كده ويعملوا لي صوص كراميل تحفة جدا. هيخلي البطاطا لونها وطعمها وريحتها قوية جدا وهتعجبكم ان شاء الله. كل اللي هياكل منها هتعجبه جدا كمان. هنجيب بقى كمان ربع كوباية مية أو أزيد سنة صغيرة ونحطها تحت البطاطا كده ونقلب المية كده تحت البطاطا كويس، نوزعها في الصينية. وغطي بقى الصينية أو الحلة بتاعتك وحطيها على نار عالية أول دقيقتين لحد ما المية دي تبتدي تغلي. هتوطي النار بقى كده كأنك بتسوي رز وتسيبيها نص ساعة كاملة. بس خلال النص ساعة برضو كل شوية هتفتحي وتبصي عليها، لو لسه ما استوتش ومحتاجة ربع كوباية مية هتزودي لحد ما تستوي معاكي وتبقى بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده، طعم وريحة ولون كمان تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين كلها مستوية سوا مظبوط لان احنا رصينها جنب بعض مش فوق بعض. لو رصيتيها فوق بعض مش هتستوي، لازم جنب بعض. وهتستوي وهتبقى تحفة زي ما انت شايفة، وتحتها صوص كده حلو جدا. اوعي تسيبيه، هتاكليه مع البطاطا وانت بتاكلك ان الصوص احلى من البطاطا. هتفتحي البطاطا هتاخدي الصوص ده كده بالمعلقة وتحطي عليها وهتاكلي احلى بطاطا ممكن تاكليها في حياتك. طبعا ممكن تاكليها كده من غير اي اضافات. لو جالك ضيوف تقدري تعمليها وتحضريها قبل ما يجوا وتقدميها كده بطريقة شيك وحلوة. هتبهريهم وهتعجبهم جدا. انا فتحتها وحطيت عليها بقى كده على كل واحدة معلقة قشطة بلدي اللي انا بشيلها من على وش اللبن. بتبقى طعمها حلو جدا مع البطاطا. تقدري تستبدليها بايس كريم او كريم شانتيه او اي صوصات عندك، شوكولاته كراميل، اي صوص هيبقى حلو جدا. شويه مكسرات بقى على الوش وقدميها كده. حاجه كده عظمه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا وهتدعولي. حطيت على الوش كده شويه سوداني وقدمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطعمها تحفه جدا مش قادره اوصف لكم حلاوتها. السكر والقرفه مدينها ريحه قويه جدا، طعم حلو جدا. لون حلو من بره ومن جوه زي ما انتوا شايفين. والبطاطا بقى مخرجتش العصاره بتاعتها في الشوي زي ما بنعملها وما نشفتش. وتحسوا ان البطاطا كده ايه، مليانه كده وحلوه ما تزيدش في الفرن. فجربوها بنفس الطريقه هتعجبكم. عايزه اقول لكم حاجه كمان كنت هنساها، ان هي بتتسخن عادي جدا. يعني لو بقى عندك اي كميه تقدري تحطيها في التلاجة وتطلعيها من التلاجة تسخنيها على نار متوسطه دقيقتين تلاتة، هتسخن وترجع كانها لسه معموله دلوقتي حالا. وهتعجبك ان شاء الله. جربوها باذن الله هتعجبكم. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا وخلصتوا معايا الفيديو وعجبكم، قولولي في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفة بتاعتي النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناة قبل ما تخرجوا من الفيديو لو لسه مش مشتركين. وهسيبكم بقى دلوقتي في حفظ الله ومع ألف سلامة.